جاهز؟ نقول كلام مختلف من منظور جديد. ان شاء الله. على حسب ما تتفرج على الفيديو، صباح الفل او مساء الفل. زي ما انتم متعودين معايا، احنا بنتكلم على مواضيع شائكة شوية، بس بناخدها من منظور مختلف علشان نقدم قيمة للناس في مجال البيزنس. النهاردة مشرفني يعني ضيف عزيز جاي مخصوص من بره علشان يعمل معانا البودكاست. شارب الزرايبي هو واحد من البيزنس ليدرز في احدى الشركات العالمية، معاه ريجن كبيرة جدا، معاه موظفين كتير. هو كمان الفاوندر لشركة لت LITT كوتشنج، اللي هي بتقدم سيرفيسز للتدريبات على القيادة. وكمان هو البريزيدنت للليدرشيب او الانتليجنت ليدرشيب بقى موفمنت. واخر حاجه هو النهارده كمان موجود بصفته انه عنده كميه خبره معينه في مجال الممارسه للليدرشيب، وهيضيف يعني معلومات مهمه للمديرين وللموظفين مع بعض. اهلا يا شرب، منورني هنا في الاستوديو علشان النهارده، بس انت هتستحمل. هلا بس انت بلشت تحط علي ضغط. تمام، اهلا وسهلا، مشرف. شكرا يا عمرو، شكرا على الهوسبيتاليتي وعلى الاستقبال الحلو. واتس بليجر تو بي وذ يو بهذا البودكاست. جاهز؟ دايما. يعني هنقول كلام مختلف من منظور جديد. ان شاء الله. طيب، اول حاجه عايز اسالك عليها هو ايه الاختلاف ما بين القياده والاداره؟ حلو السؤال، لانه ببلش يحدد شوي اذا بدك النطاق اللي بدنا نحكي فيه. طب كويس، بما انك قلت النطاق يبقى احنا كده هنقسم الحلقه لاتنين، جزء من منظور الموظفين وفي جزء كمان هيكون من منظور المديرين او اوكي. القياديين. هنبدا بالقياده الاول ونقطع المديرين ونشوف ازاي نتعامل معاهم، وازاي انت خبرتك هتبقى في الحته دي هتفيدهم ازاي. وتعالى بقى ايه، نبدا الحلقه. قول لي ايه الفرق ما بين القياده والاداره؟ alright so to the point دغري. الإدارة بالنهاية أنت وقت بتصير مدير، شركتك بتعينك مدير، وشركتك بتعينك مدير لأنه أنت برهنت أنك أنت قادر تعمل شغلك كتير منيح. بس مش ضروري بتعينك مدير لأنه هن عارفين إذا أنت رح تكون قيادي ولا لأ. فدايما شركتك بتعينك تشتغل شغل الإدارة، بس أنت يلي بتقرر إذا أنت قيادي ولا لأ. شو قصدي؟ قصدي إنه اليوم كل شخص وقت بيصير مدير بيكون عنده الهارد سكيلز تبع هيدا الشغل اللي هو عم بيعمله، وقادر يعطي هالهارد سكيلز، يعطيها or to pass it on للتيم يلي بيشتغل معه، وقادر يمكن يطلع الريزلتس. بس طريقة كيف يقدر يطلع أحسن شيء من التيم تبعه، وطريقة كيف يقدر يطلع أحسن ريزلتس، هي بترجع لموضوع القيادة، واللي هي موضوع الهيومن سكيلز تبع الشخص. هيومن سكيلز بتاعت الشخص، الهيومن سكيلز تبع الشخص، المدير. منا الهارد سكيلز يلي هي ريليتد دايركتلي للشغل تبعه، ومنا السوفت سكيلز. يعني مش هو اذا بيعرف يحكي، واذا بيعرف يعمل كوميونيكيشن، واذا قادر يعمل برزنتيشن حلوه. هي الهيومن سكيلز كيف يتعامل مع التيم تبعه. والشغله انا سمعتها مره من حدا من ليدرشيب اكسبرت اللي هو سايمون سينك. بيقول لك انت when you are a leader you are not in charge. يعني مش انت المسؤول عن انت مسؤول عن العالم يلي عندك. مهم. وهذه الشغله كتير مهمه، وهي الشغله اللي كتير عالم وقت اللي بيصيروا بمنصب اداري ما ضروري هن يصيروا قياديين. وتيصيروا قياديين مش هن اللي بيقرروا اذا هن قياديين، هن التيم تبعهم بالطريقه اللي هن بيتصرفوا فيها معهم هن قياديين. يعني انت بتقول ان منظور الموظف لمديره هو اللي بيقول ان المدير ده هو مدير فعلا ولا قيادي. صح. الشركات بتبقى عايزة اميل انها تخلق مديرين ولا تخلق قياديين من منظور الشركة؟ من منظور الشركه بدهم الاثنين، عايزين الاثنين. بس مش كل شركه بتعطي الهيومن سكيلز او بتعطي النسيسري تريننجز وكوتشنج وكل القصص اللي لازم الشخص يكتسبها. في شركة بتقلك انت اليوم صرت مدير، مبروك، وبعدين في عالم بتقرر انه انا بدي نمي حالي كقيادة، وفي عالم بتقول لا، انا هيك الشركة بدي اياني اعمل هيك، انا رح اعمل 1 2 3. كلكم بدكم تعملوا 1 2 3. وبالنهاية القيادة هي وقت بيقولوا فن القيادة، هي وقت اللي انت بتخلي العالم يلي معك اللي عم تشتغل معك تعمل الشيء اللي اللي انت بدك ياهن يعملوه، ومحبين. بس وهن حابين يعملوه. وفي حدا، يعني أنا أول ما بلشت، يعني أول مرة اشتغلت كتيم ليدر، في شخص كان منتور لألي وبعده قال لي شغلة واحدة. قال لي كل مرة أنت تستعمل سلطتك
to get the job done. يعني انت عم تشتغل صح كمدير، بس باستخدام انت السلطة. عم تفشل كقيادي كليدر. يعني استخدام السلطة يقلل المهارات القيادية بتاعتك. 100%. اوكي. طب معلش، انت النهاردة القيادة اللي انت بتمارسها ده بناء على علم، ولا ده بناء على موهبة، ولا من كتر ما جربت في الناس اللي تحتيك؟ شوف، هي it's a combination، يعني هي مزيج من كتير اشياء. بس يعني بما انك سألت هذا السؤال، في هيدي الجملة الشهيرة اللي بنقولها بالانجليزي انه are leaders born or made. ده كان يعني السؤال اللي جاي. يعني الشخص. شو انا كنت لسه هسأله لك، بس ما تحرقش بقى المفاجآت. انت اتولدت كده ولا انت بقيت كده بناء على تدريبات معينة وكورسات خدتها؟ اوكي، سو اكيد انا ما اتولدت كده. مم. واللي فيه يقول لك اياه كمان انه برأيي انا وبرأيي يعني من القصص اللي شفتها بالشركة اللي انا اشتغلت فيها، وكان عندي قياديين فوقي وعم بيشتغل معهم، وبالشركة اللي انا عم بشتغل فيها اليوم وعندي تيم عم بيشتغل معي، بتلاحظ انه وبتأكد، يعني مش بقول لك يعني انه بلاحظ، بتأكد انه بالعكس الليدرشيب هي سكيل، مثل ما قلت لك اتس هيومن سكيل. وما وشغله انت بتكتسبها من تريننجز، من كوتشنج، من سيلف ليرنينج، من الاكسبيرينس. بتجرب اشياء يمكن ايام بتزبط معك ايام ما بتزبط، بتطلع على مدراءك السابقين وبتشوف شو كانوا يعملوا اشياء هن بتزعجك، وبتجرب انت ما تعملها مع التيم تبعك. شو كانوا يعملوا اشياء بتشوفها انت بالعكس بتخليك تتحمس تشتغل معهم اكتر. بتفكر فيها وبتجي بتقول انا بدي بسيتويشنز معينه اتصرف بهالطريقه، لانه انا كموظف حسيت حالي انه انا وقت المدير عمل معي هيك انا صرت محمس انه اشتغل معه اكتر. آه. فهي بالعكس هي خبره بتكتسبها. ولا مطرح انا قريت بالساينس انه تنقول بالدي ان اي في جينز هي لها علاقه بالليدرشيب. اوكي. بس اكيد الليدرشيب لها علاقه بالكاركتر. وهون الفرق، مثلا ايام بتشوف الفرق بين المدير، وحتى في قياديين يلي هن قياديين مش بس مدراء، بس كمان منن بيرفكت، لانه ما في حدا بيرفكت. عرفت كيف؟ بيضل في اشياء كل مدير او كل قيادي لازم دايما يضل على اطلاع، ويقرا ويحسن حاله وياخد فيدباك من التيم تبعه، من البيرز تبعه، يشوف شو الاشياء اللي هو او هي عم بيعملوها صح او عم بيعملوها غلط، تيضلوا يحسنوا بقيادتهم. يعني مثال صغير، اليوم مثلا بالطب، اليوم بيتخرج طبيب بيدرس يمكن 14 سنة يتخصص بشريان معين بالقلب، وكتير شاطر. بس إذا ما خلى حاله up to date بكل القصص اللي عم بتصير، خلص يعني هو الريليفنس تبعيته بالطب بتروح، ومشان هيك رح يجي حدا أشطر منه. صح. صح؟ ونفس الشيء بالقيادة. إذا اليوم الواحد ما حسن حاله، وبالرياضة نفس الشيء. إذا أنت اليوم تلعب رياضة، إذا بتروح على الجيم وبتعمل بادي بيلدينج، كل شيء وانت عم بتمرن عضلك، كل شيء جسمك ببين منيح، وعضلك ببين قوي وكل شيء. هو انا عندي هنا نقطة انت بتقولها كلام في حتة يعني استوقفتني وانت بتتكلم، انه الإدارة بتعتمد على الهيومن. تعاملي ازاي مع الناس اللي بيشتغلوا معايا في التيم، صح؟ دي ملهاش كتالوج. يعني انت ممكن يكون عندك تحتيك 10 مثلا انت مسؤول عنهم، كل واحد منهم كاركتر. ما يعني الكاركتر ده بيختلف ليه؟ لانه مبني على فكره انه تربيته وثقافاته والقيم اللي هو بيؤمن بيها والفاليو اللي هو بيقدمها وطريقه دراسته وطريقه عيشته، ولو من بلاد مختلفه بيبقى اصعب. هل انت مارست الموضوع ده بنفسك؟ يعني انت النهارده مسؤول عن كل القصه ديت، ولا انت بتبقى الكلام ده كتب ونظري اكتر؟ I love the question. وفينا نحكي عنه كتير. وشوف، أول شيء يعني قبل ما نحكي عن الكاركترز تبع التيم، هو وهيدي شغلة يعني نحن أنت you mentioned الانتليجنت leadership، وهي شغلة كتير يعني أنا بحبها، لأنه الانتليجنت leadership هي الفلسفي اللي أنا حبيتها. intelligent leadership هي الانتليجنت القياده leadership، الذكيه القيادة الجديده. الذكية. اوكي. وهي الانتليجنت ليدرشيب. يعني انت قلت انا مسؤول عن الاي ال موفمنت او الانتليجنت ليدرشيب موفمنت بالميدل ايست وتركيا وافريكا. الانتليجنت ليدرشيب هي اتس براند، اوكي، خلقها شخص يلي هو one of the best selling authors بالعالم، ويلي هو for the last 6 years كان the top executive coach globally، وهو كمان كان الكوتش تبع ستيف جوبز.
الله يرحمه، اسمه جون ماتون. جون ماتون. والفلسفة تبع الانتليجنت ليدرشيب بيقول لك انه اليوم كل شيء انت اليوم كليدر يو اكزيبت، كل شيء اللي بيبين لبرا، كل اللي بيشوفوه التيم تبعك والاداريين اللي بالشركة والبيرز تبعك، هيدول اشياء العالم بتشوفها بس كلها نابعة، هيدي بسميها هو الاوتر كور، بس كلها نابعة عن شيء بقلب الانسان يلي جايه من حاجه داخليه الاول. جاية من حاجة داخلية اللي هي الانر كور. انر كور. اوكي، وشو الانر كور؟ الانر كور it's something يعني شوي subjective، يعني مبهم، مش كل العالم رح تقدر تعرفه، وأيام أنت كشخص بتحس حالك أنك أنت بتعرف حالك، بس في كتير إذا بتعرف personality assessments psychometric tests behavioral assessments، هدول القصص بتخليك تعرف عن حالك، بيعطوك مثل بروفايل، أنت introvert أنت extrovert، أنت قوي بهالشغلة أنت مش كتير قوي بهالشغلة، بس ما في حدا بيقدر يعطيك شيء هو 100% accurate. nevertheless يلي نحن قدرنا من خلال الانتليجنت ليدرشيب كونسبت يلي خلقه جون، قدرنا نعرف انه اول شيء الكاركتر تبع الشخص يلي هو شو الانر كور بيتكون من 4 اشياء. الكاركتر تبع الشخص يعني، والكاركتر هو بيتضمن كتير اشياء. اوكي، مثلا مثل تنقول الشجاعة. اوكي، هيدي شخص تخلق معه بالكاركتر. اوكي، طيب شو هي الشجاعة؟ ما بيتولدش بيها، في يتولد فيها، لانه اليوم بالنهاية الكاركتر هو كناية عن انت شغلة بتكتسبها من عائلتك كلها، مش بس من والدك ووالدتك، بتكتسبها من العائلة كلها، تمام. من الجنريشنز. اوكي، مشان هيك انت يعني بتشوف شخص يلي هو انت بتفكر انه انا لا انا مثلي، بس هو ايام بيكون مزيج من كتير اشياء. اوكي، لا انا ولا انت يمكن we can define it. بس الكاركتر مثلا الكورج شو هو؟ الكورج انه هو انت يعني تكب حالك بالنار بلا ما تفكر. لا، في فرق بين الشجاعه والاندفاع طبعا. سو الكورج هي انك انت تكون عارف شو الخطر اللي انت عم بتواجهه، بس تكون عندك الايمان انك انت لا، لو في هذا الخطر انا بدي اروح اعمل اكزيكيوشن لهذا خطر الشغل. مدروس وعارف اولي وعارف حدودي فين. مثلا الشغله الثانيه اللي بالكاركتر هي اللويالتي. قد ايه انت مثلا لويال؟ واللويالتي هون يعني وقت انا ليدر، اللويالتي هي مش بس اذا انا لويال لشركتي او للاورجانيزيشن اللي انا بشتغل فيها او للشخص اللي ماسك هذه الاورجانيزيشن، هي اللويالتي اكثر للتيم تبعي، كيف انا بدي الانتماء للتيم احافظ بتاعي، عليهم، حافظ عليه كيف ازاي. انا بدي احافظ عليهم، كيف انا بدي اشتغل معهم، كيف بدي يعني اكون صادق معهم، كيف بدي اكون قريب منهم تافهم شو مشاكلهم. هيدي اللويالتي مش يعني انه انا بلايندلي بدي اقول اوكي على كل شيء. اوكي، في عندك مثلا شغله ثالثه اللي هي المودستي. اليوم في ليدرز خلص انا بالنسبه لي انا والله صرت مدير يعني انا صرت السلطان الاعظم. لا مش ضروري. دول كتير قوي يا شرف. ايه كتير. وفي مدراء بتشوفهم لا هن they practice اللي نحن بنقوله اللي هو الفولنربيليتي، يعني هن ما عندهم مشكل يعترفوا اذا هن عملوا غلط، ما عندهم مشكل يحكوا مع التيم ممبرز تبعهم ويقولوا لهم مثلا شو رايكم بهالشغله عم فكر اعملها، انه ما انت المدير. إيه واذا انا المدير، ما انا اليوم اذا انا هو المدير. في مدير بيغلط؟ كل المدراء بتغلط، ما بس ما عندناش حسب. الكلام ده. ما نعرفش مديرين بيغلطوا. طيب المدير على طول صح. ما هو هيك مزبوط، بس في بس ثقافه. بحسب باي ديكشنري عم نطلع.